مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. حابة اشكر كل اللي دخلوا معايا جديد، على راسي. متشكرة جدا جدا، ومتشكرة كمان اللي بيسيب لي كومنت حلو وبيدعي لي كمان دعوة حلوة. انا بشوف الكومنتات بتاعتكم كلها يا جماعة. متشكرة قوي قوي قوي. انا عايزاكم بس ايه، تعملوا لي لايك كتير عشان القناة بس تكبر، وتعملوا شير بقى على قد ما تقدروا، عشان عيلتنا تكبر، ونبقى عيلة كبيرة يعني. انا نزلت جبت حاجات بسيطة كانت ناقصاني يعني، اللي هي التوابل. وده بقى اللبن، كنت جايباه اكياس صغيرة كده. انا عندي اكياس، اللي هي كنت جايبه كيس كبير اللي هو النيدو ده، بس لما لقيت ده عليه عرض فجبته. وجبت برضو ليمون، يعني جبت 5 6 وحدات يعني عبوات صغيره، اللي هي ايه، باكيتات اللبن الصغير ده. والنسكافيه ده برضو عندي علبه، بس انا ايه، لما يعني هو ساعات بيختفي خالص، ما بعرفش اجيبه بقى، لان انا بحب النوع ده. فلقيته برضو فزودت، يعني انا عندي بس زودت. وده سوداني برضو، جبت لاني هعمل اكله، كنت عايزه لها شويه مكسرات. فانا عندي قلت ازود برضو، عندي حاجات معينه، فقلت كنت ما عنديش ولا زبيب ولا سوداني. فجبت، يعني انا جبت حاجات بسيطه، يعني من كل حاجه ب10 جنيه يعني، حاجات بسيطه قوي يعني. وجبت بقى توابل، في حاجات خلصانه وفي حاجات انا زودت عليها. يعني ده كاري كنت جايباه ب10 جنيه تقريبا، انا بوريكم السعر اهو. ده كان ب10 جنيه كاري. وجبت ايه تاني، ودي شطة خشنة، دي برضو كانت ب10 جنيه. وانا ما بكترش يا جماعة في التوابل، لان ايه، انتوا عارفين بقى الحر والكلام ده. بس انا كده كده انا بحط التوابل في التلاجة، بس يعني قبل ما بتيجي تخلص من عندي، بحب ان انا ايه، اجيب بزود يعني. ودي كانت 7 بهارات، وده كمون. وجبت كمان، انا ما جبتش فلفل اسود لاني عندي فلفل اسود. ودي شطة ناعمة. وجبت ايه تاني، ودي كزبرة ناشفة. كل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة، من كل حاجة ب10 جنيه ب10 جنيه. ودي بهارات مشكلة أو بهارات لحمة، مش عارفة، أنا بتلخبط ما بينها وما بين البهارات اللي هي المشكلة. ودي كانت ده لورا، ورق لورا. يبقى هاتي ايه، ما تجيبي الورق، هاتي ورق العريض اللي هو الكبير، بيبقى حلو عن الصغير ده. ده كان برضو ب10 جنيه تقريبا. ودي بابريكا، دي كانت ب10 جنيه أو ب11 جنيه، مش فاكرة. وعليها السعر برضو بتاعها. وده قرنفل او المسمار، اللي ما مش عارفينه ده اسمه مسمار او قرنفل، عندنا في مصر بنسميه قرنفل. بيتحط برضو في اكلات معينه يا جماعه، بيدي تست حلوه قوي للاكل. وجبت طبعا ليمون، لان انا بستخدم الليمون على طول. ودي سمنه، انا عندي زبده حطاها في التلاجة. تمام. وكنت جايبه العلب اللي هي الصغيره، اللي هي الكيلوات ديت للسمنه روابي، دي حلوه قوي، اللي هي القشطه دي. فكانت خلصت بقى عندي، فقلت ايه، جبت العبوه اللي هي الكبيره دي، 2 كيلو ونص. دي تقريبا ب250 تقريبا، اه. دي 2 كيلو ونص. يعني عجبتني برضو وموفره حلوه. وجبت رز، انا عندي رز الامل، الحبايه بتاعته حلوه قوي، انا ما بستعملش غير الامل. واحيانا المطبخ، بس انا لما لقيت يعني المطبخ برضو قدامي كده، الحبايه بتاعته حلوه، كبيره كده ومدملكه. جبت كيلو، ما جبتش كتير يعني، انا عندي رز فجبت كيس، قلت مش هيخسر يعني. دي التوابل بقى يا جماعه اللي انا جبتها، ما جبتش اكتر ولا اقل من كده، هي كانت حاجات بسيطه جدا اللي انا جبتها، اللي كانت ناقصاني فانا جبتها. بس وشويه الزبيب وشويه السوداني دول انا عندي برضو، بس ايه، قلت ازود، يعني هم قربوا يخلصوا، فقلت ازود. لان انا هعمل وصفه، يعني هستخدم فيها ايه، مكسرات وكده. انا عندي صنوبر، بس انا كنت عايزه ايه، احط برضو زبيب، وعايزه احط سوداني. بس دي بس الحاجات اللي انا جبتها. و... وده ليمون برضو، كنت جايبه ليمون. لازم الليمون ده يبقى عندك على طول باستمرار، بتستخدميه بقى في اي حاجه. بس انا برضو بجيب الليمون الكبير ده، بستخدمه في غسيل الطيور. دي كانت علبتين عصير، كانت معايا ولادي وكده، فجبت لهم علبتين. وده طبعا اللبن اللي قلت لكم عليه، انا كنت جبت اللي هو الكيس الكبير. ولقيت برضو ده عليه عرض، فجبت 5 6 وحدات كده. ده طبعا كوبايه الشاي بتاعتي، ده اساسي اول ما بطلع من تحت على طول، لازم اشرب الشاي بتاعي.
ده بقى ايه، دي صدور رومي. صدور رومي بقى يعني انا مقطعاها، يعني كنت جايبه ايه صدر رومي على بعض، اخدت نصه يعني ايه قسمته نصين، النص الاولاني هعمله روستو معاكم برضو، بس انا شايلاه في الفريزر دلوقتي، والنص التاني بقى انا قطعته قطع صغيره كده، بحيث برضو انا هعمل بيها وصفه حلوه قوي وسريعه جدا. يعني بصي لو انت مستعجله، بصي مش هتاخد منك دقايق وهتستوي على طول. فانا قطعت بقى الصدر لقطع كده، ولا منها رفيعه ولا منها سميكه، بحيث برضو انها متبقاش ناشفه معاك. وجبت برضو كيلو بانيه، ده برضو هعمله معاكم في يوم برضو. يعني قلت مش هيخسر، اتحط برضو في الفريزر. يعني ايه، انا عموما يعني ما بحبش اطول الايه الحاجه في الفريزر، يعني ايه يومين ثلاثه بالكتير. يعني هو عامل هنا بقى كان حاجه تقريبا نطرت مني على السيراميك، فكنت بنضفها يعني.